نهيب بالسادة الأئمة وخطباء المساجد أن يولوا مزيدا من العناية لتزكية النفوس لهذه التربية الروحية، هذه التربية الروحية التي تجعل المؤمن يحرص على كمال عبادته. والميزان كما نقول دائما الذي لا يخطئ في صحة العبادات وكمال العبادات هو هذا الميزان، وهذا الميزان وهذه التزكية التي هي من أهم شعب الرسالة المحمدية التي بعثه الله بها سبحانه وتعالى، وامتن على المؤمنين بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كما جاء في آيات القرآن الكريم. السيد معالي وزير الدولة عميد جامع الجزائر، السيدات والسادة الحضور، إن مؤسسة جامع الجزائر ذاك الصرح الديني والعلمي والثقافي والذي يعتبر مركز إشعاع ديني لنشر الاعتدال والوسطية، ويتجلى دوره في المجتمع في كونه منارة دينية وثقافية وعلمية، فهو يهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية والدينية المعتدلة وتعزيز القيم الأخلاقية وخدمة قضايا المجتمع مثل الأسرة والشباب، وله كذلك أيضا أدوار تعليمية وتربوية وإنسانية مهمة مع الأخذ بدور وإنسانية مهمة، وهو منارة للعلم والإرشاد والتسامح. نرحب به ونرحب بشيوخ الزوايا الحاضرين معنا وشيوخنا أئمة مساجد الوادي، وأرحب بأبنائي وبناتي منتسبي كلية العلوم الإسلامية، كلية العلوم الاجتماعية، وكلية الحقوق والعلوم السياسية. أرحب بالسادة نواب مدير الجامعة ومدير الكليات، السيد مدير الخدمات، كل الحضور في هذا اليوم المبارك الذي بالتأكيد هو إضافة حقيقية لجامعتنا، إضافة حقيقية لولايتنا، إضافة حقيقية لدولتنا الحبيبة الجزائر. في البداية أرحب ترحيب خاص باسم كل أعضاء هيئة التدريس، كل منتسبي الجامعة من فريق إداري، من طلبة، من أساتذة، بوزير الدولة فضيلة الشيخ محمد المأمون القاسمي، نشكره على تلبية دعوتنا التي وجهناها له، وكنا على ثقة تامة بأن فضيلة الشيخ وزير الدولة سوف يلبي هذه الدعوة، لأنه ابن الجزائر الأصيل، ابن الزاوية، وابن هذا الوطن الغالي، ابن هذا الامتداد الحضاري، ابن هذا الامتداد الثوري، ابن امتداد الوطنية والقيم النوفمبرية والقيم الأصيلة التي يحملها شعبنا ويحملها فضيلة الشيخ الفاضل. الحقيقة إن فعالية يوم المعرفة لم تكن لترى النور لولا توجيهات السيد مدير الجامعة البروفيسور عمر فرحاتي، الذي نحييه بالمناسبة من هذا المنبر، حيث حرص على أن يرى يوم المعرفة النور مباشرة عقب تعليمة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الصادرة بتاريخ 14 ديسمبر 2022 الموجهة لجميع المؤسسات الجامعية لتخصيص يوم للمعرفة. وتبعا لذلك اعتبرت جامعتنا هي الوحيدة وطنيا حتى الآن التي أنشأت لجنة يوم المعرفة من خلال نخبة من الأساتذة الأكفاء، وهم الدكتور عبد الله رقيق والدكتور عبد القادر عزام.